بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة اليوم في التفسير من الآية 130 إلى الآية 36 من سورة آل عمران. قراءة هذه الآيات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تاكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. تفسير هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تاكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. أي يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه احذروا الربا بجميع أنواعه ولا تأخذوا في القرض زيادة على رؤوس أموالكم وإن قلت، فكيف إذا كانت هذه الزيادة تتضاعف كلما حان موعد سداد الدين. واتقوا الله بالتزام شرعه لتفوزوا في الدنيا والآخرة. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، أي واجعلوا لأنفسكم وقاية بينكم وبين النار التي هيئت للكافرين.
وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أي وأطيعوا الله أيها المؤمنون فيما أمركم به من الطاعات وفيما نهاكم عنه من أكل الربا وغيره من الأشياء، وأطيعوا الرسول لترحموا فلا تعذبوا. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أي بادروا بطاعتكم لله ورسوله لاغتنام مغفرة عظيمة من ربكم وجنة واسعة عرضها السماوات والأرض أعدها الله للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أي الذين ينفقون أموالهم في اليسر والعسر، والذين يمسكون ما في أنفسهم من الغيظ بالصبر، وإذا قدروا عفوا عمن ظلمهم، وهذا هو الإحسان الذي يحب الله أصحابه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أي والذين إذا ارتكبوا ذنبا كبيرا أو ظلموا أنفسهم بارتكاب ما دونه ذكروا وعد الله ووعيده فلجأوا إلى ربهم تائبين يطلبون منه أن يغفر لهم ذنوبهم، وهم موقنون أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، فهم لذلك لا يقيمون على معصية، وهم يعلمون أنهم إن تابوا تاب الله عليهم. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أي أولئك الموصوفون بتلك الصفات العظيمة جزاؤهم أن يستر الله ذنوبهم، ولهم جنات تجري من تحت أشجارها وقصورها المياه العذبة خالدين فيها لا يخرجون منها أبدا، ونعم أجر العاملين المغفرة والجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.